اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، انا هيام حسن ودي قناتي، وان شاء الله اقدم لك كل ما هو جديد من وصفات سهله وسريعه. الجو ابتدى يسقع والولاد كل يوم هيطلبوا منك حاجه حلوه، والبطاطا مفيش ارخص منها في السوق. تعالي نعمل للولاد بطاطا صينيه وهتبقى المنقذ بالنسبه لك، وكمان طريقه تعتمديها عندك. بس قبل ما ابدا يا حلوه في الطريقه، اوعي تنسي اللايك، وكمان لو انت جديده عندي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالي بقى نشوف العظمه دي عملناها ازاي. اول حاجه معايا 3 كيلو من البطاطا، مغسوله ومتقطعه طرنشات زي ما انت شايفه كده. لازم تكوني غسلاها كويس. تمام. هحط عليها بالظبط كوبايه ميه كبيره، كوبايه ميه، كوبايه الشاي بتاعتنا، المج بتاعنا اللي موجود في البيت خلاص. وهنضيف كمان عليه كوبايه من السكر. لكل كيلو نص كوبايه سكر. خلاص انا هضيف كوبايه ونص من السكر. تمام. بس هنسيبها تغلي على درجه حراره عاليه، وبعد كده هنهدي عليها النار خالص. يلا بقى نغطيها. زي ما انتوا شايفين. لو انت حسيتي ان فيها سوائل قبل ما تهرسيها بالشوكة بتاعتك او بالهراسة، انقصي المية اللي عليها. خلاص. نيجي بقى في البولة بتاعتنا، حطينا على نار هادية خالص، وهنضيف معلقة صغيرة من الزيت، بس اهم حاجة يكون زيت نباتي او زيت نظيف. ماشي. ومعايا هنا معلقة كبيرة من السمنة البلدي. اعملي بقى، اعملي بزبدة، اعملي بسمنة عادية، اعملي براحتك. معايا هنا معلقتين من الدقيق. خلاص. هنقلبهم بقى زي ما بنعمل البشاميل العادي بتاعنا. هنقلبهم تقلبتين بس، مش كتير يا جماعة. خلاص. مش عايزينها تاخد لون. هنضيف على كل معلقة دقيق كوباية من اللبن. انا هنا ضفت كوباية ونص من اللبن عشان هما صراحة اللي كانوا عندي. هضيف هنا بقى 3 معالق من السكر، والسكر دي اختياري، حابة تزودي زودي براحتك. انا حسيتها تقيلة قوي فزودتها شوية مية. لو عندك معلقة من القشطة ضيفيها. خلاص. هنا عملنا كده البشاميل المسكر، ده اللي هنضيفه على الوش. هنضيف بقى هنا كمان رشة من الفانيليا، فانيليا سايلة او فانيليا باودر، اللي موجودة عندك ضيفيه، بس اوعي تنسيه عشان بتدي ريحة حلوة قوي. قلبي بقى كده لحد ما تبقبق معاكي كده او تطلع فقاعات، واطفي عليها زي ما انتوا شايفين. هنا في المرحلة دي حابة تزودي معلقة مكعب زبدة براحتك، مش حابة خلاص، او معلقة من الزبدة. تمام. هنا كده هنهرس كمية البطاطا بقى بتاعتنا. بصوا ما شاء الله، هي طبعا استوت جدا. نهرسها بقى بالهراسة او نهرسها بالشوكة او بظهر بقعر الكوباية، براحتكم بالطريقة اللي تعجبكم اهرسوها بيها. خلاص. هي ما شاء الله عاملة زي الملبن خالص، هتهرس معاكم بكل سهولة. دلوقتي هنقسم الكمية بتاعتنا. انا هاخد كمية، انا هعمل واحدة بالبشاميل وهعمل واحدة عادية سادة. خلاص. هعمل بايركس الصغير ده بالبشاميل. هندهن دهنة سمنة او زبدة خفيفة قوي. ولو حابة تستغني عن الخطوة دي براحتك، بس انا بحب يعني ادهن الصينية، اي صينية بشتغل فيها بحب ادهنها. هنحط بقى ايه الكمية بتاعتنا، مش هنضيف اي حاجة للبطاطا. البطاطا زي ما احنا سلقينها بالسكر والمية بس، مش هنضيف لها اي حاجة. هو بس يا دوبك هرسناها. هنضيف لو انت حابة تعملي طبقتين، تحطي طبقة بطاطا وتحطي طبقة مكسرات، ترجعي تحطي طبقة بطاطا تاني، وترجعي تحطي البشاميل في الاخر، براحتك. حابة تعمليها رق واحد زي ما انا عاملة كده، انا هعملها صراحة رق واحد بس عشان ما تبقاش تقيلة قوي. خلاص. ظبطي بقى سنيتك قبل ما تنزلي بالبشاميل. بصوا كده. هي طبعا عشان ما شاء الله العجينة يعني تحسه سايلة خالص كده، طرية قوي، فبكل سهولة بالاسباتولا كده وعدلوا الوش زي ما انتوا شايفين. تحفة جدا وسهلة قوي قوي، والولاد بيحبوها جدا في الشتاء. انا هحط حتة قشطة، قطعة قشطة
عشان انا نسيت احطها. خلاص. والوش طبعا ايه، انتوا لو انتوا هتشتغلوا قبلها في اي حاجة او هتركنوا زي ما انا نسيت كده وركنت البشاميل، غطوا الوش بتاعه عشان ما يعملش طبقة من فوق. خلاص. ننزل بقى بالكمية بتاعتنا على الصينية. زي ما انتوا شايفين هما يعني بالنسبة للصينية بتاعتي انا عملت بس معلقتين من الدقيق. لو انت الصينية بتاعتك كبرت زودي عدد المعالق، عدد معالق الدقيق. خلاص. عشان انتوا عارفين البشاميل المسكر نعمله يا دوبك على قد الحاجة عشان حرام ما يترميش. معايا هنا باقي الكمية بقى بتاعت البطاطا. انا هضيف عليها هنا كوباية من اللبن. خلاص. دي اللي مش هنضيف على وشها اي حاجة، دي هنعملها بطاطا عادية خالص. خلاص. وهنا دي مكعب برضو من القشطة. هقلبهم كده كويس. وهي طبعا لسه سخنة فهتسيح يعني ما تقلقوش. طبعا هنا برضو احنا هنحتاج قشطة وش اللبن. طب لو انا ما عنديش وش لبن او مش عايزه احط قشطه من فوق، حطي رشي على الوش من فوق جوز هند. خلاص. ده او ده او سكر بودر. برضو هنا انا هدهن الصينيه بتاعتي سمنه خفيف. انا بعملها صراحه بسمنه بلدي. انتي اعملي بقى بالسمنه اللي تعجبك او اللي انتي بتستخدميها يعني. يلا بقى نضيف البطاطا بتاعتنا. انا اصلا وانا بهرس البطاطا واحط عليها اللبن، الولاد اصلا بيحبوا طعمها كده من قبل ما تخش الفرن. هنضيف بقى باقي كمية البطاطا بتاعتنا. حلوة قوي قوي البطاطا، وليها يعني أكلة شتوية. الولاد بيحبوها والكبار والصغار صراحة بيحبها. وطريقتها حلوة قوي. طريقة البطاطا دي حلوة قوي. طعمها جميل وفي نفس الوقت هتدفي جدا في الشتاء. والبطاطا بتخش في وصفات كتير، مش شرط بس ان احنا نعملها صينية. بتخش برضو في المعجنات. لو انتوا حابين اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا اعمل لكم بيها معجنات، ادخلها لكم في المعجنات. هنا معايا قشطه. انا طبعا القشطه باخد وش اللبن، بغلي اللبن بالليل وادخله التلاجة، والصبح اشيل الوش بتاعه، بعد كده بحطه في علبه واشيله في الفريزر. خلاص. ما ينفعش القشطه تتحط في التلاجة لانها بتمرر. فهي هنا لو تلاحظوا هي مجمده، يعني انا طلعتها قبل ما ابتدي في الوصفه بس برضو لسه مجمده معايا. بس ما تقلقوش هي اول ما هتخش الفرن هتسيح. هندخلها طبعا. انا هنا هحط على الوش كله قشطه بطريقه عشوائيه، يعني مش بطريقه معينه. خلاص. انتي هنا حابه تستغني عن القشطه حطي جوز هند، حطي سكر بودره، قطعي شرايح موز وحطيها على الوش، كل ده ينفع. اعملي طبقه كاستر براحتك زي ما انت عايزه. هنا دي الصينيه بالبشاميل ودي الصينيه ازاز، دخلناها الفرن على درجه حراره عاليه لحد ما تاخد الوش ده معانا. خلاص. شغلي بقى فوق وتحت، شغلي فوق بس براحتك زي ما تحبي. طبعا ريحتها وطعمها مش قادره اقول لكم خطيره جدا، طعمها بألف هنا وشفا. يا ريت تجربوها يا جماعه، اكله شتويه تحفه جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.